ده المفروض فيديو لبس واتش لدرجات الليبستيك الجديده بتاعه شارلوت تلبري، بس انا عجبني الطريقه اللي هي بتحط بيها الليبستيك، اللي هي بتحط ليبستيك الاول وبعد كده بتحدد شفايفها. يلا بينا نجرب الطريقه دي، خصوصا ان هي عجباني الريزلت بتاعتها، تحس انها مكبره شفايفها في اخر الفيديو. طبعا هستخدم لوني المفضل في الروج وهو الاحمر، ده الليبستيك بتاع لافيش درجة 08 ليدي ان ريد. اول خطوة هملى شفايفي عادي جدا بالليبستيك، مليتها كروكي كده لان احنا بقى هنظبط الدنيا بالليب لاينر. حاسة ان الطريقة دي هتبقى احلى وهتنفع اكتر لو الليبستيك والليب لاينر اللي انتم مستخدمينه الدرجات شبه بعض. الفرق مش باين قوي في الشفايف اللي تحت، بس اتمنى ان انا اعرف اعمل الايفكت اللي هي عملته شفايفها من فوق، كان شكلها تحفة. هبتدي بقى اعمل اوفر لايننج بسيط قوي، اللي هو مش عايزه اعمل حاجه اوفر. بصوا انا عملت الناحيه دي ولسه ما عملتش الناحيه دي، اتمنى يكون الفرق باين. هو الفرق مش كبير قوي بس يعني انا حاسه ان في فرق. بصوا ودي كده الفاينل ريزلت. طبعا الريزلت تبان ان هي عاديه نفس اللي انا بعمله كل مره، بس انا عجباني النظافه بتاعه طريقه الابلكيشن نفسه. الطريقه العاديه اللي هي بحط الليب لاينر الاول بعد كده بحط الروج، بحس ان انا محتاجه ان انا اعيد على الليب لاينر تاني، الدنيا بقى تتبهدل واقعد انضف كويس حوالين شفايفي. لكن الطريقه دي حاسه ان هي نظيفه اكتر، يعني انا بعد ما بحط الروج بحط بقى الليب لاينر واظبطه براحتي من غير ما اقعد اعيد الخطوه كذا مره.